السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة نينا كيتشن. وصفتنا لنهار اليوم خبز الدار السائل بالملعقة فقط بدون عجن ولا دلك وبدون حليب. هنا الوصفة جد ناجحة، نتمنى كامل تجربوها قبل رمضان لأنها فعلا تستحق التجربة. بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. كمت البول ديالي، حطيت فيه كاس ماء دافي، سعة الكاس 220 مليلتر. ضفت له مغرف كبيرة تاع الخميرة تاع الخبز، ونضيف له 2 مغارف تاع سكر. هنا انا راح ندير الخبز يعني راح نديرو حلو، على بها درت 2 مغارف تاع سكر. نخلط جميع المكونات هكا حتى تفتح لنا الخميرة في هذاك الماء. بعدها نغطيها ونخليها تتفاعل حوالي 5 دقائق. يعني هذه الخطوة يعني مليحة باش الخبز تاعنا يجي هشيش. هنا بعد مرور 5 دقائق شوفوا الخميرة تفاعلت، نحكم برك هكا فوي ونخلط يعني تحريك خفيف فقط. بعدها نكمل نضيف المكونات الأخرى. حكمت هنايا ربع الكاس تاع الزيت، حوالي 6 مغارف كبار. نضيف أيضا بياض تاع حبة بيض، ونضيف مغرف صغيرة تاع الملح ومغرف صغيرة معمرة مليح تاع لافاني. نخلط الكل جيدا حتى يعني تمتزج كامل المكونات مع بعض. بعدها نروح نضيف الفارينة، يعني الفارينة لازم تكون مغربلة. حطيت الكأس الأول، بعدها نضيف الكأس الثاني ونشوفوا القوام تاع العجين اللي نتحصلوا عليه. يعني نقدروا نزيدوا كما نقدروا ما نزيدوش، كل وحده ويعني الفارينة تاعها. انا استعملت هنا فارينة سيم. شوفوا خلط كامل. دوك نوري لكم القوام اللي تحصلت عليه. شوفوا جاني بزاف جاري. في هذه المرحله انا رايحه نضيف لها حوالي نص كاس ونشوفوا. زدت غربلت هذاك النص كاس ونخلط. هنا هذا الخبز يعني بدون عجن بدون دلك، يعني فقط نخلطوا الفارينه حتى تدخل مع المزيج كامل مع الخليط. هنا ما ديروش الفوي، ديروه غير بملعقه خشبيه ولا. شوفوا هاوليك القوام يبقى سائل لكنه يولي ثقيل نوعا ما. هنايا نغطيها ونخليها تختمر. كم العجينه ما دلكناهاش، انا رايحين نخمروها مرتين، مره لداخل الوعاء هذايا ومره لداخل الصينيه. شوفوا بعد مرور 20 دقيقه اختمرت كامل معنا. انا رايحين نكسروا لها الخمور. بهذه الطريقه راح يجينا الخبز تاعنا يعني خفيف. انا مانيش يعني نخبط، راني فقط نهبط في الخمور. بعدها جبت صينيه 25 على 25 سنتيم، هبط كامل الخليط فيها. وهنا الفرن رحت شعلته على 180 درجه. هنا عاونت بشويه زيت، حطيت في يدي شويه زيت وحاولت نكمل نبلاطي هذه العجينه حتى تجي يعني سمك واحد. بعدها هنايا شوفوا جبت هذيك الصفر تاع البيض اللي كنا استعملنا البياض تاعو داخل العجينه، حطيت له مغرف كبيره تاع زيت. بهذه الطريقه ماهوش رايح كامل يتشقق لنا هذاك البيض، وحيعطي لنا واحد اللمعه وواحد يعني اللون بزاف شباب في الخبز ديالنا. هنا ندهن كامل السطح تاع الخبز ديالي ونزينه هنا بشويه جلجلان وشويه سانوج، وهنا اختياري كل وحده كيفاش حبت تزينه. هنا للمرة الثانية نخلوه يختمر، لكن في هذه المرة ماهوش حيدينا كامل وقت كبير. شوفوا او اختمر ولا يعني ضاعف الحجم ديالو. هنا مباشرة نروح ندخلوه للفرن على 180 درجة، نخلوه حتى يتحمر من الأطراف. بعدها نشعلو من الفوق ونخليه حتى يتحمر. هاوليك الخبز تاعي كيفاش تحصلت عليه، اللون تاعو جا يشهي، جا ما شاء الله. وهو سخون نروح نديرلو مغرف تاع العسل. ندهن كامل بالملعقه السطح تاع الخبز ديالي. هنا لابد يكون ساخن باش يمشي معنا هذاك العسل. يعني هذه الوصفه من اروع الوصفات اللي جربتها تاع الخبز السائل.
هنا نخلوه حتى يبرد تماما، ما نمسوهش كامل حتى يبرد تماما باش نروحو نقسموه. هنا نحيتو انايا، كنت نحيتو من الصينيه تاعو، نتوما ما تنحوش، قسموه مباشره داخل الصينيه. انا برك باش نوري لكم يعني بلي يتنحى بكل سهوله مالغري ما درناش بابي كويسون، يعني مش حيلصق كامل معانا. شوفوا شوفوا الله يبارك، شوفوا الخفه تاعو اسفنجي، شوفوا اللون هذاك الذهبي جا ما شاء الله، يعني ما على باليش كيفاش يتبان لكم الصوره. شوفوا هايل، جا خفيف ريشه. شوفوا نعبز عليه يعاود يولي وحده. شوف هاي ليك. دوك في اخر الفيديو تاني نقسم معاكم، باش نقسم معاكم بيدي باش تشوفوا يعني المصداقيه تاع الوصفه. هايل، وحتى لو كان يبات يبقى معاكم هايل. شوفوا ما شاء الله، نتمنى تجربوها قبل ما يوصل رمضان وتعتمدوها، على بالي بلا راح تعتمدوها. اذا عجبتكم ما تبخلونيش بالجام، والى هنا نختم معكم الفيديو، مع السلامه.